في مثل بيقول الأعور وسط العمي خواجة. العوافي عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ترانزيت. طيارتنا النهاردة يا قريبي هتنزل عندك، فعايزك تشد الرحال وتربط الأحزمة علشان ننطلق في هذه الرحلة السعيدة سويا. المثل المصري القديم اللي بيقول الأعور وسط العمي خواجة، على قد ما بيتقال المثل ده بتريقة وعلشان يحل القعدة، بس أنا كنت ببص له من زاوية تانية، زاوية مختلفة شوية. مش عارف ليه، يمكن علشان أنا كنت طفل نابغة وأمي كانت بتخبيني من الناس علشان علشان الحسد وكده يعني. المهم يا صديقي، ما علينا. المثل ده خلاني فكرت كتير وطلعت بنظرية نسبية لا بأس بها على الإطلاق. النظرية باختصار شديد يا قريبي بتقول إن الإنسان بيتقيم بناء على ما حوله، زيه زي أي شيء تاني في الدنيا. ناخد مثال يا قريبي، ميسي مثلا، لو انت ليك في الكورة يعني، اللي خلى ميسي يبقى ميسي باسمه وتكبر الهالة اللي حواليه لحد ما تغطي على كل حاجة، ويبقى ميسي باسمه أكبر من أندية كاملة، وهو ليس إلا لاعب، مع احترام لكل الأندية طبعا، بس اللي خلى ميسي كده هو اللي حواليه. البيئة اللي حوالين ميسي يا قريبي برغم إن الموهوبين فيها كتير وموهبتهم وقدراتهم عالية جدا، لكن قدراتهم أقل من قدرات ميسي. ولما بتقارنه بلعيبة هتلاقيه يتفوق في كذا نقطة، حتى لو كان ضعيف شوية في نقاط معينة، لكن النقاط القوية والملحوظة بيتفوق فيها تفوق بارز وملحوظ جدا. طب تخيل يا قريبي لو كان الفريق فيه 10 زي ميسي، هل كانوا هياخدوا نفس القيمة والشعبية اللي واخدها ميسي؟ لا، لأن هنا النظرية إن الفريق كله هياخد الهالة والتعظيم. أنت تلقائيا هتلاقي نفسك بتعظم في الفريق ككل، مش في لاعب بعينه. طيب نعمل حاجة تانية يا قريبي، لو جينا نعمل مقارنة بين ميسي والشيف براك او الشيف عماد يا سيدي اللي عندكم على اول الشارع بتاع الكبده. مش محتاج هنا اقول لك عن النتيجه طبعا، ولا على قيمه ميسي او قدراته اللي مش هتأهله حتى ان هو يطلع العيش لعمك عماد بتاع الكبده، وغير ده كتير من الامثله لو فضلنا نقولها مش هنخلص. فاللي عايز اقوله، زي ما المشاهير والمتفوقين قيمتهم عاليه جدا في مجالاتهم، انت كمان يا قريبي قيمتك الحقيقيه مش هتظهر ولا هتبرز غير وانت في مكانك، في حتتك، ووسط ناس عندها نفس شغفك واهتماماتك. وسط دول يا قريبي هتعرف نقاط القوة بتاعتك وتعززها، ونقاط الضعف وتحاول تقللها، وبالتالي يثبت نظرية المثل اللي قلنا في أول الكلام، إن الأعور وسط العمي خواجة. بس يا قريبي، وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسناش في اللايك والشير والكلام الجميل ده. سلام.